السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل لكم النهاردة أحلى كوباية سحلب زي اللي بتشتروها من برا وممكن أحلى كمان، وبتكاليف بسيطة مش بسعرها العالي اللي احنا بنشوفه ده. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. أول خطوة معايا كوباية من اللبن ومعلقتين كبار من السحلب. هضيف السحلب على اللبن وأقلبه كويس، وأول ما يتقلب معانا كويس هرفعه على النار وأقلب فيه لحد ما يبدأ يغلي معانا السحلب. هضيف بقى معلقة من السكر على السحلب وهقلب فيه. بس تعالوا نعمل خطوة بقى وهو على النار، فهنكون موطيين النار. انا هعمله النهاردة السحلب بصوص الفراولة، طعمه خطير. هنحط شوية صوص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعندي اضافة بسيطة، اضافة اختياري، فلو حابين تضيفوها عادي، مش حابين خلاص هضيف موز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهضيف عليه شوية صوص من الفراولة. فانا هعملها لكم زي الجاهزة بالظبط اللي بنشتريها بالكافيهات. السحلب في الكافيهات يعني سعره غالي جدا. فانا بالشكل ده عملت الكوباية بصوص الفراولة وحطيت الموز. تعالوا يلا نشوف السحلب اللي على النار. خلاص قوامه معانا شايفين. هو قوامه تقيل شوية، فلو حابين خفيف تقلوا شوية من بودرة السحلب. هفضي بقى السحلب في الكوباية. شايفين طعم السحلب بجد، جربوا بصوص الفراولة طعمه خطير. شايفين الصوص الفراولة مدي شكل كتير حلو للكوباية. معايا بقى شوية من المكسرات هحطها على الوش. احلى كوباية سحلب بصوص الفراولة، طعمها بجد خطير. طبعا لو مش حابة تحطي صوص الفراولة مفيش اي مانع. والاضافة الاخيرة صوص الفراولة كده على الوش. اعملوا بقى لايكات للفيديو ده، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.